السلام اخواني. هذا واحد المواطن قطري كيدير السياحه بالموتور ديالو، كيمشي بزاف ديال الدول. جا الجزائر قال لك بغى يدير واحد المغامره، بغى يمشي من وهران حتى الصحراء ديال الجزائر، حتى بالضبط حتى الغرجبيلات. هو في النيه ديالو هو بغى يدير غير ديك المغامره. زق هو فرش واحد القضيه اللي كانت الجزائر مصدعه لينا راسنا بها. جا الغرجبيله لقى بان ما كاين اللي وقفوا، ما كاينش خدامه، ما كاين اشغال، ما كاينش كاميوات، ما كاينش داك القطار اللي قال لك راه مشى من وهران حتى الغرجبيلات اللي كيجيب الحديد من غرجبيلات. ما كاين والو، الخلا والقفار ما وقفوا حتى واحد، ما قال لي حتى شي واحد ما تصورش. ما كاين حتى العسات ما في هذيك الصحراء على داك الغار. يعني ديك القضيه ديال حنا راه كنهزو بدينا كنهزو الحديد من غرجبيلات، بدينا كنصدروه كذا كذا كذا. داكشي كلشي هذاك الشيء بروباغندا. غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا اللي كيوضح فيه. هو السيد كيهضر عادي، ماشي كيوضح، هو على نيته كيهضر بانني وصلت لغرجبيلات، ولكن الناس اللي اكتشفوا بان ديك غرجبيلات مهجور، ما فيه حتى شي واحد. نخليكم مع الفيديو. أخيرا وصلت إلى منجم غارجبيلات. تفضلوا، هذا هو المنجم، وصلتها بالدراجة. وأنا والعياذ بالله من كلمة أنا أول شخص على دراجة نارية في التاريخ يسلك المسار كامل من وهران إلى محطة غارجبيلات إلى منجم غارجبيلات. هذا هو المنجم أمامكم. جيته بالدراجة. عندي كمية حديد في التواير في البوت انتم الكرامة، كمية حديد من المنجم. من يبي يشتري حديد؟ هاي حديد صح؟ حديد. أخيرا وصلت إلى فضيحة عالمية صارت في الجزائر من دون كل عالم. هذا نقولوا بخصوص الغارجبيلات. سنين وغارجبيلات العظيم، غارجبيلات الكبير، إلى أن يأتي يا جماعة وإذا بغارجبيلات حفرة والله العظيم صورها واحد قطري. فاباري يسير باسكو ما كان حتى واحد يعطي لك التكنولوجي نتاع. انا قلت لك لاشين نو ميتريز با في لو نيفو دو فوسفوراسيون هذا نو ميتريز با. فضيحة عالمية صارت في الجزائر من دون كل عالم. هذا نقول